كنت دايما بقول لربنا مرض زي اللي عندي مش قادر تشفيني، ازاي يعني تعمل معايا كده؟ انت ما فيش حاجة صعبة عليك. في أولى ثانوي جات له حالة تشنجات كهرباء. وينر وينر مالك يا وينر؟ اسمي يسوع أليكسس، مالك يا ابني في ايه؟ وينر اعمل ايه انا دلوقتي؟ للأسف ملوش علاج. أنا اسمي وينر وفيق وعندي 31 سنة. أنا اسمي مطيعة منير، متزوجة، معايا وينر وويتمان. وينر الكبير 31 سنة، وويتمان الصغير 27 سنة. أنا قبل ما يحصل معايا كده كنت دايما بقول لربنا انت يعني ده عازر قومته من الموت، بنت يايروس قومتها وشفيت ناس كتير، ازاي تعمل معايا يعني مرض زي اللي عندي مش قادر تشفيني، ازاي يعني تعمل معايا كده؟ يعني ده صعب عليك؟ انت ما فيش حاجة صعبة عليك. أشكر ربنا على حالة وينر وظروفه. فعلا أنا لمست إيد ربنا بجد. الأول عانيت. هو اتولد في مية في المخ كبيرة شوية، مش الطبيعي لأي حد، بس أنا ما اكتشفتش حالته إن هو عنده أي تعب غير لما راح المدرسة تقريبا في KG1 أو في KG2. هو ماسك القلم بيكتب الواجب، راحت والدتي بتقول لي يا مطيعة وينر مش ماسك القلم كويس. في ايه يا ماما؟ قالت لي ما اعرفش، حاساه مش طبيعي. وديته للدكتور في الإسماعيلية، شافه قال لي وريني كده ظهره، لقى فيه وحمة من ورا. قال لا دي حاجة مش كويسة. اداله حقن تحت الجلد كتير من غير أي مقدمات، من غير تحاليل، من غير إشاعات، من غير أي حاجة. أخدنا وقت كبير بس ما جابش نتيجة ولا جاب فايدة. فبابا قال لحد إمتى ياخد كده؟ لا أنا أشوف دكاترة في مصر في القاهرة ونشوف. قلت له ماشي. شاف دكاترة من دكتور لدكتور، دخلنا مستشفى أبو الريش. فمستشفى أبو الريش عملت عليه كونسولتو كذا قسم، من قسم لقسم يعني تقريبا حالة وينر دخلت كل الأقسام في أبو الريش، هم يرحلوني من قسم لقسم. بعد كده قالوا لنا ده طبيعي، وراثة، عيب خلقي، ودي حاجة وراثية عشان أنا وزوجي أقارب، ابن خالي وابن عمتي. فقال لا ده ملوش علاج. للأسف ملوش علاج. حتى ما ادولوش أدوية ولا أي حاجة. ودخلنا القصر العيني برضو بعد تقريبا في سن إعدادي، برضو فحوصات وتحاليل وإشاعات، برضو ما ادولوش أي حاجة. خلاص احنا سكتنا وسلمنا الأمر لربنا وقلنا خلاص الأمر بين إيد ربنا. فتقريبا في تالتة إعدادي أو أولى ثانوي جات له بعد عنكم حالة تشنجات كهرباء. كانت أول مرة نشوف حالة زي كده أو نسمع عن حاجة زي كده. كانت حاجة غريبة وصعبة أوي أوي علينا. وينر مالك يا وينر؟ اسمي يسوع أليكسس، مالك يا ابني في ايه؟ وينر اعمل ايه انا دلوقتي؟
وديناه لدكاترة ادوا له علاج، بس العلاج كان مفعوله قليل جدا. بقى طبعا مع الصلاة والصراخ لربنا، وهو كان يتعب جامد، واخده والف بيه دكاترة وهنا، وبابا طبعا معايا. فبعد كده على سن، هو كان في ثانوي عام وكان بيدرس عادي وبيتحرك وبيلعب كورة وبيشتغل، يعني كأي شاب، بس مش الطبيعي كأي واحد. فمن 6 سنين بالظبط حالته اتدهورت، بقت زي الطفل يتسند كده. عشان ليه؟ ما جات له في مرة في اليوم 12 مرة، فالمرة دي صعب عليه جدا. رحنا بيه المستشفى مدينة نصر، قالوا لي ازاي ان انت سايباه كده، ده انت كده هتموتيه. طب انا معرفش. المهم حجزوه، حطوه في العناية المركزة، قعد بتاع اسبوع، وبعد كده طلع. فهو يعني ما مش الطبيعي، بس نشكر ربنا. فعلا شفت ايد ربنا ان وينر بقي كويس وبيتحرك وسليم، حتى لو انا بخدمه. وينر بركة كبيرة ليا وللبيت، ليا انا شخصيا، هو في البيت لباباه واخوه، بس هم مش قاعدين معاه ولامسين وشايفين كده، لكن عشان انا اللي قاعدة معاه. وينر يوميا يصحيني الفجر، ده ماما هاتي نقرا مزمور، وهو يصلي، لازم يوميا على الحال ده. فكمان هو ما يقوم ياخد خلوته، ما يكتفيش بالمزمور والصلاة بس، يقرا ياخد خلوته ويوزع الأصحاح اللي بيقرا على كل الأرقام التليفونات اللي عنده، على الماسنجر، على الواتس. فهو بركة كبيرة ليا. من 6 سنين بعد ما حالته اتدهورت كده، كانت جات أخت عندنا في البيت وصلت لوينر وصلت معايا. هو كان من النوع اللي بيتذمر، قول ليه يا رب انت خلقتني كده، ليه انت وصلتني لكده. كان لما تشوفوا أطفال عيال في الشارع تعيب عليه، تبصله بصة مش كويسة، كان بيتضايق وبيشتم ويتعصب. قول له لا يا وينر، كده مش صح. اشكر ربنا. انت اللي قادر تقف مع الجميع يا حبيبي يسوع، تقف مع وينر يا رب. يا رب انت اللي قادر تقف معاه وتساعده وتقويه وتحافظ عليه هو ومامته. صلي يا حبيبي. يا رب بشكرك إن أنت جمعنا، أنت قلت مع 2 أو 3 أكون هناك في الوسط. فبعد ما جت الأخت دي وصلت معانا، فحلم بالليل إن في حد بيقول له استير. فصح الصبح بقول له يا ماما في حد في العيلة عندنا اسمه استير؟ قلت له لا حبيبي. قال اصل في حد قال لي استير. ماما ماما ماما، مالك يا ابني؟ اسم الصليب عليك، عاوز ايه؟ فيك ايه؟ ليه؟ في مالك دلوقتي؟ ليه حلمت بيه؟ شفت ايه؟ ربنا شغلني باستير. استير؟ ماشي. زي ما ماما قالت، في حد كان جه عندنا البيت وصلى معانا، وانا لما قمت من النوم كان الفجر، كنت ربنا شغلني بسفر استير، فقريته وبعد كده ابتديت امشي في سفر استير، كملت لحد الاخر، ودلوقتي مكمل لحد سفر العدد. ومن وقتها وينر بدأ يقرأ قراية من استير لحد ما خلص سفر الرؤيا، وبعد كده بدأ يقرأ من سفر التكوين تاني
دلوقتي وصل سفر العدد. يعني مزمور 119 شوف كام عدد وكام فقرة، قراها كلها في يوم واحد وبعتها للناس كلها في يوم واحد. يا ابني كتير عليك. قال لي لا، ربنا شغلني ان انا اقرا كل مرة واحدة فاشقى اقرا. قلت له حلو، ربنا يباركك. انا بعد ما قريت الكتاب كنت بشوف يعني زينك وناس تانية كتير بيلفوا العالم، فقلت يمكن ربنا عايزني انا من خلال كده من ظروفي ديت ان انا اخدمه، بس ما تشفيش وابقى زي ما انا شايف ربنا ان هو ليه توقيت. زي في آية بتقول كل شيء تحت السماء ليه وقت. ظروف وينر دي خلتني اروح مؤتمرات. يعني وينر من النوع اللي يحب يخرج، بيحب يروح مؤتمرات، بيحب يروح الكنيسة وجو الكنيسة، عايز يروح المؤتمر. طبعا من حالتي دي ما بقيتش اسيبه، ما اقدرش ازعله. حاضر، احجز لي وليا في الكنيسة طبعا المؤتمر ونروح. ما اقدرش ازعل وينر خالص، عشان وينر ده يعني معرفش اوصفه، وعند ربنا غالي قوي قوي عليه. انا مش هبقى ولا حاجة مع ربنا، بس وينر بركة كبيرة قوي قوي عليا وعلى البيت، واشكر ربنا. مش هقول لكم ان انا ملاك في البيت او متقبلة ده بشكر، متقبلة بشكر، بس وقت بتعب، وقت بيكون ضغط عليا. يعني انا ممكن مرات كتيرة بتذمر، اقول له ليه؟ طيب طب ما في شباب كتير كويس. طب ما ابني ده انا الاول لما كان بيمشي مش طبيعي كنت بصلي لك وبقول لك امتى وينر يمشي كويس، تخلوهولي كده. لما بشوف وينر بيصلي وبيشكر ربنا وكلماته البسيطة اللي بيصليها رفع قلبه فيها، أنا بتعلم بجد من وينر، وبوطي عليه وببوس واحضنه وأقول له أنت بركة كبيرة ليا يا وينر. فشكرت ربنا لما وينر قام تاني واتكلم لقيته بيمشي تاني، حتى لو أنا بسنده ولو بخدمه لقيته بيمشي. فأنا شكرت ربنا. امبارح وينر نام لحد الساعة 9:15 ما صحيش، ما نداش عليا زي كل يوم. أنا قمت قلقانة عليه، قمت اتحركت كده في الشقة، فبعدها بشوية كنت قلقانة بجد، وكنت خايفة أروح أبص عليه عشان وينر مش عادته إنه يقعد لحد دلوقتي. لما نادى عليا قلت له أيوة حبيبي أنا جاية، طلعت أجري عليه وشكرت ربنا، رفعت قلبي لربنا، قلت له شكرا يا رب إن أنت حفظت وينر، عشان لو كان حصل له حاجة أنا كنت هتعب فيها هروح فيها معاه. دايما هو بيقول لي يا ماما ربنا يجعل يومي قبل يومك. قول له لا، احنا الاتنين رايحين رحلة سوا، علشان ما تسيبنيش وراك. هتسيبني انا هعمل ايه من وراك؟ هو بيقول لي ما تسيبنيش انت كمان من وراك، انا هتعب من وراكي. فربنا هو سندنا، سواء بنقول كلام كده او كده هو بيدي معونة وبيسند، وهو معايا في كل مشوار في كل خطوة. فانا بشكر ربنا بجد، ايده قوية وقديرة وعمله صالح في حياتنا وفي بيتي. انا بشكر ربنا ان يعني حصل معايا معجزة، ان كل الدكاترة اللي كنا بنروح لهم قبل كده كانوا بيقولوا كان مفروض يتركب له صمام، لكن دكتور ألفريد منيس قال الحالة اللي قدامي دي يا ميتة يا إما نايمة مشلولة في السرير. بس أنا بشكر ربنا قوي على اللي هو عامله معي، رغم إن يعني أنا تحركاتي صعبة وكده، وبشكر بابا وماما.
أشكر ربنا لما ربنا تلامس مع وينر، أنا حصل معايا نقطة تحول خالص من يأس وإحباط دايما أرفع عينيا لربنا وأقول له أشكرك إن أنت اتعاملت مع وينر وعملت في وينر، اتعاملت معاه لمست قلبه. أنا كان من زمان بصلي اتلامس معاه، افتح عينيه، بصلي لبيتي. لما شفته لمست في وينر كده شكرت ربنا إن وينر حصل له تغيير وقبل موضوعه وقبل ظروفه بكل شكر، وبيشكر ربنا وبيخدم بظروفه الصحية دي وينر وهو قاعد في البيت. فأنا حصل لي نقطة تحول كبيرة، اتعلمت من وينر وظروفي اتغيرت، بيت ليا صلة وعلاقة مع ربنا أكتر من الأول، فأشكر ربنا. عايز أقول لربنا شكرا ولتكن مشيئتك. اللؤى أصل الحكاية.